في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أنشئت أول إذاعة مصرية للقرآن الكريم اللي كلنا بنستفاد بعلمها إلى الآن، ورغم كده برضه كفروه وشوهوه وحاولوا يقتلوه عشان بس كلمهم بالمنطق اللي بيكشف حقيقة جهلهم. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس. وطبعا لم ينجوا من اتهاماتهم الخسيسة لأنهم بيحطوا الدين كخصم معاهم في كل معاركهم، عشان لو حاربتهم تبقى أنت فورا بتحارب الدين، نوع من أنواع التجارة الرخيصة حتى بالدين. وأي رئيس مصري مش من الجماعة هيكفروه وهيقولوا عليه إنه ما بيحكمش بشرع الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الجماع بين العلماء كلهم الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا، كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله.